وهو المصري، هو المصري موجود تحت برضه الطبعة الخامسة ايه؟ واسمه ده هيطلع على داتا شو بس مع زمايلي 65. فده اللي احنا هندرس يعني ده اللي احنا هناخد منه. وهو في ناس معاهم الكتاب ده بي دي اف لو حبيتوا تشوفوا زمايلكم معاهم الفرق بي دي اف لو حد يحب يعني. هنتكلم بس شويه مقدمه لحد ما يجي بس الكتاب. الداتا بيز في البدايه يا جماعه عشان تكتب اي برنامج هيخزن اي بيانات. زمان يعني احنا دلوقتي هنتكلم قبل ما يطلع الاوفيس ولا اي حاجه من الحاجات دي. كنا عشان نكتب برنامج وفي اي بيانات عايزين نخزنها. كنا بنعمل ايه عشان نكتب البرنامج دوت؟ هنكتب الكود بتاعه باي لغه من اللغات، سي، باسكال، اي حاجه من اللغات دي. وبعد كده الداتا بتاعتنا دي عايزين نخزنها، مفيش داتا بيز. احنا كنا بنخزنها في ايه؟ فايل، تكست فايل، بنخزنها تكست فايل. فكان بيبقى عندك الابلكيشن البرنامج بتاعك هيكتب الداتا بتاعته في تكست فايل دوت تكست. وطبعا دوت تكست هو نوع تكست فايل لكن مش شرط طبعا الاكستنشن يكتب تكست. هو الداتا اللي هتتكتب فيه هي عباره عن تكست. ناخد مثال، عندك برنامج والبرنامج دوت هيخزن اللي هي ارقام التليفونات. دليل زي دليل ارقام التليفونات. فايه الداتا اللي هو محتاج يخزنها؟ هو رقم التليفون والاسم، رقم التليفون والاسم. طب عشان نخزنه في تكست فايل كنا بنعمل ايه؟ كنا بنقول الاول احنا هنحط الرقم وبعديها الاسم. طب الرقم ده هنكتب رقم بتاع رقم اول واحد. هنكتب مثلا الرقم 1 2 3 4 ده رقم تليفون. طب احنا خلصنا رقم التليفون عايزين نكتب بعديها الاسم. هو الكمبيوتر لو جيت كده وكتبت وراها الاسم على طول هو يعرف يفرق بينهم ازاي؟ مش هيعرف يفرق بينهم. فكنا بنحط فاصل بين كل عمود والعمود الثاني. يعني كتبنا الرقم عايزين نكتب الاسم فبنحط فاصل. الفاصل ده احنا كنا بنختاره بمزاجنا. نقول احنا لو احنا بين كل عمود من الاعمده هنحط سيميكون فاصله منقوطه كده. يبقى اول ما نلاقي فاصله منقوطه نعرف ان هو العمود اللي فيه داتا خلص، العمود ده اللي هو بتاع الرقم خلص وهنبدا في عمود جديد. طب هنا قلنا الرقم وبعد كده ليه؟ هو الظاهر مشي وخلاص. هنكتب هنا مثلا الاسم، كتبنا هو الاسم اللي هو اي دي او ايا كان الاسم. خلصنا خلاص اول بيانات اول واحد رقمه واسمه. عايزين نشوف الشخص اللي بعده. هنيجي برضه نحط هنا فاصله منقوطه كده ونبدا نكتب الرقم اللي بعده 2 3 4 رقم الشخص والسيمي كولون والاسم وهكذا. يبقى لما نيجي نقراه هنبقى عارفين ان اول عمود فيه رقم الشخص، رقم التليفون، وبعدين اسمه وبعدين الرقم وبعدين الاسم، وده الفاصل اللي هو سيمي كولون بينهم. في بعض الاحيان كانوا بيعملوا ايه؟ كان بيحط علامه اللي هي اسمها اند اوف لاين، يعني كل سطر نهايته فين يحط علامه. يعني يحط الرقم والاسم وحاطط علامه مختلفه خالص. يحطها هنا اهو بعد ده بحيث ان اللي يشوفها يعرف ان السطر خلص السطر ويبدا سطر جديد. وده اللي ماشي في التكست فايل ده الكلام اللي احنا كنا بنطبقه زمان قبل ما نبدا نطبق الداتا بيس. طب الكلام ده ايه بقى؟ ايه اللي هي القصور اللي موجود فيه؟ ايه المشاكل اللي ظهرت وخلتنا نبدا نستخدم الداتا بيس؟ نفكر مع بعض ايه الحاجات اللي موجوده؟ السيرش، المساحه، طيب وايه تاني؟ السكيورتي. طب نشوف الحاجات دي كده مع بعض. هنا دلوقتي السيرش، فرضا ان دول عندنا في 1000 اسم، عندك دليل تليفون وفي 1000 اسم وانت بتدور على شخص. طبعا هم كل ما يجي لك اسم بتحطه، فهم مش مترتبين تبع اي قاعده. فهم مش مترتبين تبع اي قاعده. حطيت ال1000 اسم وعايز تدور انت على اسم واحد من الاسماء دي. طب انت تجيب الاسم ده ازاي؟ عشان تعمل السيرش، عشان تبحث عن الاسم ده هتقرا بيانات اول شخص اللي هو رقمه واسمه وتشوف هو ده الاسم اللي احنا عايزينه. تلاقي لا مش هو الاسم اللي احنا عايزينه. تروح قابل اسم الشخص اللي بعده، تحمله في الميموري بتاع الكمبيوتر وتبدا تقارنه بين الاسم اللي موجود. لو مش هو هتسيبه وتجيب الاسم اللي بعده لحد ما توصل. افرض اللي انت عايزه ده هو رقم 1000، يبقى تقرا كام اسم عشان توصل؟ 1000 واحد. تقرا اللي هو ال1000 كلهم عشان توصل الاسم اللي انت عايزه.
يبقى عمليه البحث دي عمليه صعبه جدا. طب افرض انت قلت البحث صعب، طب عشان نسهله شويه نعمل ايه؟ نعمل سورسنج، نرتبهم. طب تيجي عايز عشان ترتب كل الاسماء دي عمليه صعبه في عمليه الترتيب بتاعها. ومش فاهم كده وايه يا جماعه مشكله بالنسبه لنا، لان انا عشان ارتب ال1000 اسم دول محتاج عمليه وقت كبير. طب افرض انا فرضنا ان احنا تحملنا العبء دول ورتبنا ال1000 اسم، جينا بعد كده عايز تضيف اسم جديد، واكتشفت ان الاسم اللي انت عايز تضيفه دول هو في ترتيبه المفروض يضاف اول واحد. طب عشان تحطه هتعمل ايه؟ هترحل كل ال1000 دول تنزلهم تحت خطوه عشان تحط الاسم اللي انت حطيته، ده كله عشان تحافظ على عمليه السورتنج. شايف الكلام اللي احنا بنقوله ده؟ المفروض انت بتكتب برامج بتنفذه، يعني هتكتب برنامج بيعمل سورتنج، بيعمل برنامج عشان يعمل سيرش، يعني ده كله كود عبء على البروجرامر عشان ينفذ الكلام ده. يبقى احنا قلنا في عمليه السيرش البحث عمليه صعبه، عمليه السورتنج عشان ترتبهم على بناء على اي كرايتيريا يبقى دي عمليه صعبه. يعني انت ممكن تقول هرتبهم بناء على الاسم، طب افرض انت محتاج تبحث بالرقم يبقى محتاج تعمل سورتنج بالرقم، يبقى دي مشكله ثانيه. طب يبقى ده كده عمليه السورتنج. الحاجه الثانيه اللي هي السكيورتي، انت كتبته في تكست فايل، ما ممكن اي واحد يمسكه ياخده كوبي عنده خلاص خد البيانات كلها، يبقى ما تقدرش تحط حمايه عن الفايل تكست فايل ده، ما تقدرش تحط حمايه على اللي هو التكست فايل. طيب فرضا حصل وانت بتعمل تقرا الفايل ده قريت اسم وانت بتكتب، يبقى ممكن يحصل اي عمليه فيل في الباور هاردوير او سوفت وير، يعمل كراشنج او يعمل دامج للفايل. ساعتها انت هتعمل ايه؟ كل الكونتنتس بتاع الفايل ده بالنسبه لك يبقى ضاع كده. طب في طريقه بقى لعمليه الباك اب، يبقى المفروض في طريقه في الكود بتاعك وانت بتكتب البرنامج ده البروجرامر هو اللي بيكتبه، يحط طريقه بحيث ان هو كل فتره يعمل باك اب عنه. يبقى ده كله عبء على البروجرامر. طب انت عملنا هنا ده دليل تليفونات وده برنامج بيستخدمه، هل من الممكن ان انا اكتب برنامج تاني وهما الاثنين يستخدموا نفس الفايل ويكتبوا فيه في نفس الوقت؟ لا، دي عمليه ما تنفعش. اذا كان البرنامج نفسه ما يقدرش في مكانين في نفس الوقت، يعني هو في هنا مكان ده عايز يكتب في الفايل وده عايز يقرا منه، الاثنين دول ما يقدروش يكتبوا ويقروا في الفايل في نفس الوقت. واحد منهم هيفتح الفايل ده هو تو ريد، هيفتحه للقرايه، هيروح قافله على الباقي، محدش يقدر يستعمله خالص. طب ما لو عندنا مثلا فايل زي كده وفي بيانات طلبه وعايزين عمليه تسجيل، في ناس بتسجل في ناس تعدل مواد وحاجات زي كده، يبقى ازاي نتعامل معاه؟ يبقى ما اقدرش استعمل، ما اقدرش اطبق اللي هو ايه؟ مالتي يوزر يقدروا يستخدموا الفايل في نفس الوقت. يبقى في مشكله في السورتنج، في السيرش، في عندنا مشكله لو في حصل فين او ما فيش ريكفري للداتا عندنا، لو في حصل اي مشكله فيها ما اقدرش اعمل شيرنج، يعني اكتر من شخص يستخدموا اكتر من برنامج ياكسس التكست فايل ده في نفس الوقت. الكلام ده كله كان موجود في مين؟ في التكست فايل او النظام القديم اللي احنا بنسميه تراديشنال ابلكيشنز. بدا بعد كده الكمبيوتر يتطور واصبح من الامكان ان احنا نخزن بيانات زي ايه بقى يا جماعه؟ زي اللي هي صور واوديو، يعني اوديو وفيديو وايمجز. اصبح من الامكان ان احنا نخزن الكلام ده كله في الداتابيز، فبدا يطلع الداتابيز وبدا يطلع جيل جديد من انواع البرامج اللي بتتعامل مع بيانات ما هياش مجرد ارقام وحروف بس، لا اصبح فيها ارقام وحروف وصور وفيديو واوديو الكلام ده كله. فبدا يطلع الداتابيز. عشان واحنا بنتكلم هنقول من مميزات الداتابيز ايه؟ الحاجات اللي كانت بتواجهنا هنا هي هتكون مميزات في التالي. هلاقي في سكيورتي في الداتابيز، هلاقي في السيرش والسورتنج والحاجات دي كلها بقت سهله. هلاقي ان هنا اقدر استخدم اكتر من مالتي يوزر، اكتر من برنامج يستخدموا الداتابيز في نفس الوقت. طبعا يا جماعه قبل ما نكمل ونبدا نشوف الداتابيز مع بعض،
كنا عايزين بس نراجع ناكد على الدرجات وتوزيعهم والامتحانات والحاجات دي. طبعا في الدرجات هيبقى برضه 30 و70. ال 30 درجه هيبقوا على الامتحانات. المفروض احنا دلوقتي المحاضرات دي الباوربوينت هو يعني هيبقى موجود على اللي هو الاي ليرنينج، والمفروض هيتعمل امتحانين. يعني الكويز دي انتوا هتحلوها، هنقسمكم على معامل وتخش المعمل تمتحن. هيبقى في امتحانين تمتحنوهم على الكمبيوتر، والامتحان الثالث هيبقى على الورق. امتحانين على الكمبيوتر وامتحان على الورق. امتحانين الكمبيوتر هيكون في امتحانات زيهم قبل كده محطوطه شبهها عشان تتدرب عليها في البيت. تفتح انت تخش على الاي ليرنينج وتكتب انت اليوزر نيم والباسورد بتوعك اللي هم لسه هيدوهم بعد ما التسجيل يخلص، وتتدرب نفسك على طريقه الامتحان شكله تكون عامل ازاي وطريقه الحل. طب اذا في الترم اللي فات احنا ما عملناش جامده قوي، ما استفدناش منه تقريبا يعني. فممكن احنا مثلا نبقى ناخد من حضرتك وننزله على مثلا فيسبوك او حاجه. ما هي المشكله مش في الباوربوينت، ماشي الباوربوينت عايزين تاخدوه الامتحانات اي حاجه يعني ما بنبقاش عايزين تاخدوا الامتحانات تنزلوها فين؟ لا يعني الامتحانات الحاجه اللي بننزلها في الفيد لينا ما يبقاش اساسا اعتماد على ايه لان هو فعلا مش بنعرف نركز عليه خالص. ما تعرفوش ضعيف دكتور الموقع ضعيف. اي مجموعه كبيره بتاكسسه في نفس الوقت ما بيبقى بطيء جدا وما نقدرش الساندويتش بتاعته. هم يمدحوا فيه هنا ويقولوا ده كويس. لا بس على العموم هو ايه؟ لو ما فيش على الامتحان على ده هيبقى امتحان 15 وهيكون في سيكشن يعني شرح بس كده. السيكشن ده هيتقسم جوه نفسه نصين. فاول الترم في الجزء الاولاني اللي في الترم هيبقى نظري، والجزء الثاني من الترم هيكون عملي، لان في جزء كده اس كيو ال على اس كيو ال سيرفر، فالمفروض انتوا تكتبوا الحاجات دي. نعم؟ لا اس كيو ال سيرفر 2005 ولا موجود 2005 بالنسبه لي. مش هتفرق، اصل انت هتفتحي داتا وتكتبي اوامر اس كيو ال، مش هتفرق. المهم يا جماعه يبقى عندنا في لو امتحانات هتكون على الكمبيوتر على الاي ليرنينج، يبقى في الحاله دي هيبقوا الامتحان في امتحانين على الكمبيوتر والثالث هيبقى على الورق. لو ما امتحناش على الكمبيوتر يبقى هم امتحانين بس 15 و15 خلاص. ويبقى في سيكشن، السيكشن نفسه هيبقى في نص الترم الاولاني هيبقى نظري لان ما فيهوش حاجه عملي، يعني ما فيهوش حاجه على الكمبيوتر. الجزء الثاني هيبقى على اجهزه الكمبيوتر، الجزء الثاني هيبقى تطبيق عملي على الكمبيوتر. خلاص شفنا الدرجات، مفيش داتا شو. نكمل احنا بقى ايه الكلام اللي احنا كنا بنقوله. احنا دلوقتي عرفنا الشكل القديم او التراديشنال ابلكيشنز للداتابيز. لما بدا يطلع الابلكيشنز الداتابيز الجديده، الداتابيز اللي هو مثلا زي برامج زي اكسس واوراكل وسكيول سيرفر، اصبح من الامكان ان احنا نصمم قواعد بيانات وابلكيشنز جديده. امثله الابلكيشنز دي هي ايه؟ طبعا تصميم الشكل هيبقى فيه برنامج، وبعد كده في برنامج هنا زي اكسس، وبعد كده هنا داتابيز. بص كده يا جماعه، اللي فات ده كان البرنامج نفسه بيتعامل مع تكست فايل على طول، لكن بعد ما طلع البرامج اللي احنا بنستخدمها في انشاء قواعد البيانات زي برامج الاكسس والحاجات دي كلها، اصبح البرنامج ما بيتعاملش مباشره مع قاعده البيانات. يعني البرنامج اللي انا بكتبه بالسي ولا باسكال ولا اي لغه من اللغات دي ما بيفتحش قاعده البيانات على طول، لا بيستخدم برنامج في الوسط وسيط. البرنامج اللي في الوسط ده بنسميه داتابيز مانجمنت سيستم، بنسميه داتابيز مانجمنت يبقى هندير بقى مانجمنت سيستم، يبقى ده داتابيز مانجمنت سيستم. الاكسس ده من امثله الداتابيز مانجمنت سيستم. يعني لو البرنامج اللي احنا كاتبينه عايز يقرا او يكتب اي حاجه من الداتابيز يبقى هيبعتها للداتابيز مانجمنت البرنامج ده، والاكسس او الاوراكل هو اللي هيتعامل مع
الداتابيز، وبعد كده بيرجع يريتريف او يشوف بقى الريسبونس بتاعته هتكون هو ايه ويرجعها تاني للابلكيشن. اصبحت على الشكل ده. ايه بقى البرامج اللي احنا بعد ما نقدر نضيف في الداتابيز اللي هو المالتي ميديا والاوديو والفيديو والحاجات دي كلها؟ نقدر نعمل ايه بقى يا جماعه؟ من امثله البرامج اللي موجوده، اول حاجه في مالتي ميديا داتابيز. ايه هي المالتي ميديا داتابيز؟ ان هي داتابيز نقدر نخزن فيها اوديو وفيديو وايمجز والحاجات دي كلها، يبقى دي بنسميها مالتي ميديا داتابيز. بعد كده في جي اي اس اللي هي جيوغرافيك انفورميشن سيستمز. جيوغرافيك انفورميشن سيستم اللي انا بقرا دون في الباوربوينت المفروض انتوا شايفينه يعني. جيوغرافيك انفورميشن سيستم ده يا جماعه هو الشيك مش بيرجع بعد كده؟ مشكلته مع اللاب ولا مع اي لاب؟ لا مع اي لاب. هم شايفه دي المفروض دي العكس بقى. يعني دي ايه المفروض تتحط هنا والثانيه هي اللي تيجي هنا. بس هم قالوا جابوا كابلات جديده فصار جابوا الطرفين زي بعض. عايز كونفرتر. بص كده مع بعض يا جماعه. يبقى ده الكتاب اللي هو فاندامنتال داتابيس سيستمز المصري، وطبعا رقم 2007. ده هو ده اللي موجود تحت ومع زمايلي في ناس كتير. وفي ناس معاهم الكتاب ده PDF لو عايزين يشوفوه، بس اللي موجود PDF ما هوش الخامس اللي هو الرابع اللي هو طبعا يعني اختلافات بسيطه. هو الكتاب ده بيدرس بتاخده اللي هو في CS 507 دي وCS 604 خلينا بيدرسوا بقى. يعني احنا هندرس جزء منه، الجزء الاولاني ده الترم ده والجزء الثاني السنه الجايه اللي هيكمل. نعم انا تقريبا كام شهر ما تستعملش. خلاص يا جماعه، خلاص عرفنا اسم الكتاب، نبدا نشوف ايه، نرجع تاني للكتاب. يبقى احنا دلوقتي شفنا التراديشنال ابلكيشن كل اللي فيها بيبقى ارقام وحروف، مفيش ما نقدرش نخزن اي حاجه اكتر من كده. الانواع الجديده من الابلكيشنز للداتابيز اللي هي المالتي ميديا داتابيزز، ان انا بقدر اخزن مالتي ميديا. الحاجه الثانيه اللي هي جيوغرافيك انفورميشن سيستمز، ودي برامج مع قواعد بيانات. قواعد البيانات دي بتخزن ايه بقى؟ بتخزن اللي هي الساتلايت ايمجز والمابس والخرائط وتطلع منها اليوزر داتا والحاجات دي كلها. يبقى دي برامج بتتعامل مع الايمجز اللي بتاخدها من الساتلايت. طبعا الايمج بتاعت الساتلايت دي بتكون حجمها كبير وفيها داتا كبيره وعشان تحدد ابعاد وحاجات ثانيه كبيره كده، فمحتاجه برامج تكون ليها امكانيات خاصه عشان تقدر تتعامل معاها. وبعد كده في حاجه ثانيه اللي هي داتا وير هاوسز. الداتا وير هاوسز دي اغلبها بتستخدم فيها يا جماعه ان في عندك لارج داتابيز، قواعد بيانات كبيره ومختلفه، كل واحده متخصصه في مجال معين، فيها بيانات لمجال معين، وانت عايز تستخدم كل قواعد البيانات دي عشان تستخلص منها معلومات تساعد في اتخاذ القرار. تساعد في اتخاذ القرار. يعني عندك في قاعده بيانات فيها مثلا فلنفرض عندك شركه، في عندك قاعده بيانات فيها بيانات المشاريع كلها اللي خلتها الشركه ونجحت ولا خسرت والبيانات بتاعتها والارباح وكل الشغل بتاعها ده. وفي قاعده بيانات ثانيه فيها بيانات الموظفين كلهم اللي كانوا موجودين في الشركه ومشوا وجم. في قاعده بيانات ثالثه موجوده مثلا فيها المعدات وانواعها واللي كانت موجوده قبل كده والشغل اللي اشتغلت كام ساعه وهكذا. هو من خلال قواعد البيانات دي يقدر عايز بقى يكون برنامج يتعامل مع قواعد البيانات دي ويطلع منها معلومه تفيد في اتخاذ القرار. يطلع منها معلومه تفيد في اتخاذ القرار. اتخاذ قرار اي قرار بقى، قرار دخول مشروع جديد، عدم دخول مشروع جديد، ده مثال. ده اللي احنا بنقوله ده مثال لحاجه اسمها داتا وير هاوسز اللي بيكون في عندنا اكتر من قاعده بيانات، وقواعد البيانات دي حجمها كبير وعايزين نطلع منها معلومه. يبقى ده اللي هو بنتكلم عنه في ده اللي هو داتا وير هاوسز.
في نوع تاني من البرامج بيتعامل مع داتابيز، بس هنا اسمه ريال تايم اند اكتف داتابيز. ريال تايم اند اكتف داتابيز. ايه هي الريال تايم اند اكتف داتابيز؟ اللي هي برامج وفيها قواعد بيانات بس بتستخدم في التحكم في الآلات في المصانع في الصناعة. انت عندك دلوقتي في مصنع وفي خط انتاج وفي منتج بيمر بمراحل، بيخش في المرحلة الأولى وطبعا في مجموعة من السنسور حساسات كده، لما تلاقي البرودكت ده وصل لحالة معينة يحركه للحالة اللي بعدها، يحرك الآلات وهكذا. طب ايه بقى اللي هيتحكم في المعدات والآلات دي كلها وهي ماشية كده؟ هو في برامج فيها قواعد بيانات. هو بيشوف الوضع المنتج ده وصل لوضع ايه؟ بيحقق شروط معينة يبقى يبدأ يحركه. يبقى بياخد قرار في وقت معين. هو ليه اسمه ريال تايم؟ لأن القرار إذا اتأخر عن وقته يبقى ممكن يبقى القرار ده خاطئ. أنت بتاخد قرار في الوقت بناء على المعطيات اللي موجودة عندك. لو اتأخرت ثانية خلاص في بارامترز عوامل اتغيرت عندك، يبقى القرار ده يبقى قرار غير صحيح، لازم تعدله وتشوف ايه الصح بتاعه. فبنسميه ريال تايم عشان كده. انه لازم يكون بيعتمد على عامل الوقت، بيعتمد على عامل الوقت. الحاجة اللي بعدين طبعا دول، وفي طبعا تطبيقات أخرى لقواعد البيانات الجديدة، البرامج اللي بتستخدم قواعد البيانات الجديدة. احنا دلوقتي بنتكلم فيه ده اللي هو شابتر واحد، في عندك شابتر واحد واثنين فيهم مجموعة من التعريف، لازم تكون حافظهم، تحفظ التعريف دي. يعني تبقى عارف يعني ايه الديفينيشن بتاع الداتا والداتابيز والداتابيز مانجمنت سيستم، وهي فوائده ومميزاته والحاجات دي كلها. يعني لازم تبقى عارف. في ناس يقولوا ما بنحبش الحفظ، خلاص عايزينك تحفظه حفظ عميق بحيث تعرف تكتبه تاني. خلاص نشوف كده من امثله التعريف اللي موجوده عندكم، اللي هو الداتا. في داتابيز وداتا. ايه هي الداتا؟ اللي هي نون فاكتس ذات كان بي ريكوردد اند هاف اند بليست مينينج. يعني ايه؟ ايه الحاجه اللي اقدر اقول عليها داتا؟ نون فاكتس يعني حقائق احنا عارفينها، زي بالظبط لما كنا بنتكلم هنا ان في شخص اسمه اي بي، هو ده اسمه، يبقى دي عباره عن فاكت. رقم التليفون بتاعه 1 2 3 4، يبقى دي عباره عن فاكت، يبقى ده فاكت وده فاكت. يبقى نون فاكت، فاكتس احنا عارفينها ونقدر نسجلها، كان دي ريكورد ونقدر نسجلها، وفي نفس الوقت ليها معنى، ليها معنى. يبقى ده لو لقيت حاجه بتحقق الشروط دي يبقى ده بسميها داتا. يبقى الداتا هي عباره عن نون فاكتس، فاكتس احنا عارفينها ونقدر نسجلها وليها معنى، دي داتا. لو جمعنا مجموعه من الداتا ريليتد مع بعض، مرتبطه مع بعض، زي ده رقم تليفون لنفس الشخص ده. يعني عندنا شخص ده اسمه وده رقم، يبقى في علاقه بينهم، يبقى في ريليتد داتا مع بعض، في داتا مترابطه، في علاقه بتربط الداتا دي كلها مع بعض. لو جمعنا مجموعه من الريليتد داتا يبقى في الحاله دي بنكون حاجه اسمها داتابيز. يبقى داتابيز a collection of related data، مجموعه من الداتا ريليتد مترابطه مع بعض، في حاجه بتربطهم مع بعض، في حاجه بتربطهم مع بعض. عرفنا كده يعني ايه داتا ويعني ايه داتابيز. فاضل بقى الداتابيز مانجمنت سيستم. داتابيز مانجمنت سيستم. احنا قلنا لما جينا نصمم البرامج بطريقه جديده اصبح عندنا ايه؟ البرنامج اللي انا هكتبه بالسي بلس بلس او باي لغه، اللي انا بكتبه ده اللي هكتبه بايه، وبعد كده في برنامج بسيط في النص كده، ده اللي احنا قلنا زي الاكسس او الاوراكل او اس كيو ال سيرفر. البرنامج ده نفسه اللي هو اكسس اوراكل اس كيو ال سيرفر، يبقى ده بسميه داتابيز مانجمنت سيستم. ده البرنامج اللي انا هستخدمه في اداره قواعد البيانات، ده اللي هستخدمه في اداره قواعد البيانات. يبقى داتابيز مانجمنت سيستم اللي هو السوفت وير باكج او سيستم تو فاسيليتيت ذا كرييشن اند مينتيننس اوف ا كمبيوترايزد داتابيز. الحاجه اللي بعديها يا جماعه اللي هو الداتابيز سيستم، اللي هو الداتابيز سيستم. الداتابيز سيستم هو ايه؟ احنا عرفنا ان في ابلكيشن وفي داتابيز مانجمنت سيستم وفي داتابيز. الداتابيز سيستم بقى ده اللي هو ايه؟ اللي هو الاثنين دول مع بعض، اللي هو الداتابيز مانجمنت سيستم بالاضافه الى الملف بتاع قاعده البيانات اللي انا انشأها، بالاضافه الى ملف قاعده البيانات. وفي بعض الاحيان بيزودوا عليهم كمان مين؟ البرنامج اللي انت كتبته بالسي بلس بلس.
يبقى في بعض الاحيان بيزودوا عليه الثالث، يبقى كل الثلاثه دول مع بعض يبقى ده بسميه داتابيز سيستم. يبقى داتابيز سيستم هيتكون من داتابيز مانجمنت سيستم، فايل الداتابيز اللي احنا انشأناه، والبرنامج اللي احنا كاتبينه اللي هيتعامل مع الداتابيز. يبقى دول الثلاثه دول مع بعض يبقى دول اسمهم داتابيز سيستم. في ستراكشر هم عاملينه فيه تفصيل اكتر شويه عن الداتابيز سيستم نشوفه مع بعض. دول الثلاث عناصر رئيسيين بس بدا يحطهم بتفصيل اكتر. اكتبهم بتفصيل اكتر. نشوفهم الاول. يبقى فوق هنا اللي هو ابلكيشن بروجرام كويري او كويز. ده اول حاجه الابلكيشن بروجرام ده البرنامج اللي احنا هنكتبه. يبقى ده الجزء الاولاني، ده البرنامج اللي احنا هنكتبه. وبعد كده ده داتابيز مانجمنت سيستم زي الاكسس او الاوراكل. الاكسس او الاوراكل او اي برنامج من البرامج دي هو جواه مقسوم لمجموعه من البرامج صغيره، ومقسوم لجزئين رئيسيين عندنا هما اللي هو السوفت وير تو بروسيس كويريز وسوفت وير تو اكسس الستور داتابيز. يعني هو الاكسس نفسه جواه مقسوم لحاجتين رئيسيتين هنشوفهم دلوقتي في الوظيفه بتاعتهم. وبعد كده ملف الداتابيز، ملف قاعده البيانات نفسه. الملف ده هيبقى فيه حاجتين مختلفتين هنشوفهم دلوقتي. يبقى فيه هما 3 اجزاء. يبقى اول جزء ده اللي هو البرنامج نفسه، وبعد كده البرنامج الاكسس او الداتابيز مانجمنت سيستم زي الاوراكل او الاسكيول سيرفر، ودول مع بعضهم هم دول بيكونوا ملف الداتابيز. ده خلاص ده ما فيهوش مشكله. طب هنا بقى الداتابيز مانجمنت سيستم قسموا لحاجتين. جزء سوفت وير بيبروسيس الكويري، يعني مسؤول عن حاجه اسمها الكويري اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي، وحاجه ثانيه تو اكسس الستورد داتابيز. ايه بقى الجزء الاولاني ده تو بروسيس الكويري؟ البرنامج بتاعك لما يحب يطلع بيانات من جدول، الجدول ده اسمه جدول ستودنت، في رقم الطالب واسمه وعنوانه وهكذا. طب هو هيطلع عايز يبعت رساله للاكسس يقول له انا عايز بيانات الطالب اللي هو رقمه 5 مثلا، فهيكتبه بلغه معينه اللي هي SQL. بس احنا لسه هناخدها بعد 10 محاضرات كده. هيكتبه بلغه معينه، اللي هي SQL. فيبعت ده اللغه اللي هو الامر اللي هو كتبه SQL دون، هيبعته اللي هيستقبله اللي هو السوفت وير بروسيس كويري. هياخد الامر ويراجع عليه يشوف هو مكتوب صح ولا لا. يعني هل فعلا هو بيقول ايه؟ طلع بيانات الطالب اللي هو رقمه 5 من جدول ستودنت. فهو يدور هو في جدول اسمه ستودنت صحيح ولا مش موجود؟ هل اللي بعت الرساله دي له صلاحيه انه يخش على الداتابيز دي ولا ملوش صلاحيه؟ يبقى بيراجع على الكلمه او الامر ده يشوف صح ولا غلط، بيراجع على اللي هي الفيريفيكيشن يشوف هل هو اوثرايز تو اكسس الداتابيز دي ولا لا، بيراجع عليها. لو هي صح بيبدا يبعته للكومبوننت اللي بعديه، يبعته للحاجه اللي بعديه. لكن هنا ده ما يعرفش اصلا الداتابيز دي موجوده فين، وما يعرفش البيانات دي موجوده فين. بعد ما يبعته للجزء الثاني اللي هو السوفت وير تو اكسس الستور داتابيز، هو ده المسؤول انه يخش جوه الفايل ويطلع البيانات هي موجوده فين، متخزنه في انهي حته على الهارد وفي انهي مكان. ده يبدا يتعامل مع الفايل الداتابيز فايل. الداتابيز بقى فايل مقسوم حاجتين، اللي هو الستور داتابيز هي ستور، والحاجه الثانيه اللي هي بنسميها ميتا داتا. يعني ايه بقى الميتا داتا؟ بيانات عن البيانات. بيانات عن بيانات. يعني نقولها تاني، انت لما جيت تتكلم مثلا في الداتابيز بتاعك هتنشئ داتابيز، والداتابيز دي فيها تيبل اسمه ستودنت. التيبل ده اسمه ستودنت، والتيبل اللي هو اسمه ستودنت فيه 3 اعمده، رقم الستودنت واسمه وعنوان. هتقول ده رقم الستودنت، العمود ده اسمه ايه؟ هنسميه نمبر مثلا او ID او اي حاجه من الحاجات دي. طيب نوع نمبر او تكست. طب حجمه كام؟ 50. شايفين الكلام اللي احنا عمالين نقوله ده كله؟ ما فيهوش بيانات الطالب اللي نفسهم، ما نعرفش رقم الطالب ايه ولا اسمه، لكن ده عباره عن بيانات بتصف البيانات اللي موجوده جوه الجدول. يبقى دي كلها عباره عن بيانات بتصف البيانات اللي موجوده جوه الجدول. يعني ما قلناش مثلا ده هو رقم الطالب 1 2 3 4 واسمه كذا وعنوانه مثلا ايا كان، لا ما قلناش الداتا دي نفسها.
يبقى في عندنا حاجتين، البيانات اللي موجوده جوه الجدول نفسه، اللي هو البيانات اللي هو موجوده جوه الجدول نفسه، وخلينا نسميها ستور داتابيز. وبعد كده التوصيف بقى بتاعه. التوصيف يعني ايه التوصيف؟ يعني التيبل اسمه ايه؟ الاعمده اللي فيه اسمها ايه؟ طب الفيلدز او الاعمده دي نوعها ايه؟ هل هي نمبر، انتجر، سترينج، ايا كان من الحاجات دي كلها. طب عرفنا النوع. طب الحجم، حجمها قد ايه؟ ممكن نقول ان هو نمبر والسايز بتاعه 2 او 3 او تكست وحجمه 50 في النيم. طب عرفنا الحجم. هل في قيود على النمبر؟ هل احنا ممكن نيجي مثلا على الديت، على ديت معين تقول الديت ده لازم يكون اكبر من كذا واقل من كذا. يبقى كل البيانات اللي احنا بنقولها دي هي دي اللي بنسميها ميتا داتا. يبقى دي كلها بنسميها ميتا داتا. هنا يا جماعه الاستراكشر بتاع الداتا سيستم. في اي مشكله في الرسمه دي؟ الحاجه اللي بعديها هي الفانكشناليتي بالداتابيز مانجمنت سيستم. الداتابيز مانجمنت سيستم يعني الاكسس، الاوراكل، البرنامج ده ايه هي الوظائف اللي بيقوم بيها؟ وظيفه بيستخدم في ايه؟ الوظائف. اول حاجه define particular database its data types وstructures and constraints. يعني اول حاجه هتعرف الداتابيز. هتقول في داتابيز عندي اسمها مثلا كوليج او يونيفرستي، وفيها تيبلز اسمها تيبل اسمه ستودنت، وتيبل اسمه ديبارتمنت، وتيبل اسمه كذا. طب والتيبل الاولاني ده فيه اعمده اسمها ايه؟ وفي علاقات بينهم ايه؟ يعني بتعرف الداتابيز شكلها ايه. يبقى بتستخدم الداتابيز مانجمنت سيستم تو ديفاين الداتابيز. بعد ما عرفتها، انت لسه ما حفظتش الحاجات دي، انت كتبتها بس كده يعني، وعرفتها داخل الداتابيز مانجمنت سيستم. عشان تعمل عمليه سيف بقى للداتابيز، يعمل الكونستراكت الداتابيز. يبقى دي الفائده الثانيه او الوظيفه الثانيه للداتابيز مانجمنت سيستم. يبقى اول حاجه تعرف الداتابيز والاستراكشر بتاعها، الداتا تايبس. الخطوه اللي بعديها تبدا تسيف الكلام ده، فيبقى الخطوه عمليه السيفنج للديفاين داتابيز، يبقى ده بنسميه كونستراكت. الفائده الثالثه اللي هي لود ذا انيشال داتابيز كونتنت. عايز تحمل حاجه اسمها انيشال داتابيز كونتنتس. يعني ايه انيشال داتابيز كونتنتس؟ فلنفرض ناخد مثال، انت جيت عايز بتبني برنامج، والبرنامج ده محتاج داتابيز عن شؤون الموظفين. فالمفروض هتدخل بيانات الموظف. اللي هيقعد قدام الكمبيوتر هيدخل بيانات الموظف. هيدخل ايه بقى؟ رقمه، وبعد كده اسمه، وبعد كده اللي هو تاريخ الميلاد. بس تاريخ الميلاد بيدخله رقم، ويختار اسم الشهر، ويختار السنه. يختار اسم الشهر او يكتب السنه. طب بعد كده يختار القسم اللي بيشتغل فيه الموظف، وبعدين هيختار بعد كده الدرجه الماليه اللي هو متعين عليها الموظف. يبقى دي كلها بيانات الموظف هيدخلها. طب انت قعدت وانشات قاعده البيانات. بعد ما انشات قاعده البيانات بتبقى قاعده البيانات فاضيه، الجداول كلها فاضيه ما فيهاش اي حاجه. ينفع اخد بقى قاعده البيانات الفاضيه دي واحطها مع برنامج شؤون الموظفين وتشتغل على طول؟ لا، ما ينفعش. ليه؟ لان في بيانات اوليه المفروض تكون موجوده فيها. زي ايه؟ زي اسماء الشهور. احنا مش لسه من شويه قلنا ان هو هيسلكت اسم الشهر؟ يبقى انا ممكن هاجي في الداتابيز بتاعتي في تيبل اسمه المانث مثلا، واحط بقى فيه اسماء الشهور، يناير، فبراير، مارس، وهكذا. في تيبل تاني باسماء الاقسام. ما احنا قلنا هو بيدخل بيانات الموظف هيختار القسم اللي هو فيه. انا مش عايز كل واحد يجي يدخل القسم، كل واحد يكتبه بطريقه. لا، فاحنا عايزين يلاقي الاقسام قدام ويختار منها الاقسام القسم. طب هو هيجيبها منين البرنامج؟ من تيبل اسمه ديبارتمنت. يبقى لازم الاقسام تكون موجوده فيه. طب هو عايز يختار الدرجه الماليه، هيروح على الجدول بتاع الدرجات الماليه. يبقى لازم الدرجات الماليه تبقى متخزنه في التيبل ده عشان يقدر يختار الدرجه الماليه. البيانات دي اللي هي البيانات المساعده او بنسميها الجداول المساعده، يبقى دي بتدخلها في البدايه، فدي بنسميها اللي هي الانيشال داتابيز كونتنتس. انيشال داتابيز كونتنتس. يبقى الانيشال داتابيز كونتنتس دي يا اما تكون جداول مساعده هتساعد عندك في البرنامج، يعني مفيش فورمز بتدخل بيها البيانات. في الحالة دي لازم الداتابيز يكون فيها المحتويات دي.
او يكون حاجه ثانيه. ايه هي بقى؟ يكون انت عندك نظام قديم لشؤون الموظفين وعملت نظام جديد. طب البيانات القديمه دي هترميها؟ ما انت عايز تحملها على الداتابيز الجديد. يبقى عندك في بيانات قديمه لموظفين موجوده وعايز تحملها، يبقى دي بنسميها اللي هي initial database contents. البيانات الاوليه اللي انت هتستدعيها من داتابيز او تدخلها انت لو انت في بيانات هتدخلها، يبقى دي بتستخدم الداتابيز مانجمنت سيستم تو لود ذا initial database contents من secondary storage. يبقى الوظيفتين اللي احنا قلنا لهم دلوقتي database management system، اول حاجه to define الداتابيز، to construct الداتابيز، to load الانيشال database contents. الحاجه اللي بعديها اللي هو manipulating the database. عمليه المانيبيوليشن، انت بعد ما انشات الداتابيز بتقوم بعمليات زي الكويري والجنريت ريبورتس. مين اللي هيعمل عمليه الكويري؟ ما احنا لسه قايلين دلوقتي ان البرنامج اللي انت كاتبه بالسي هتكتب فيه امر اس كيو ال يبعته لبرنامج الاكسس او للداتابيز مانجمنت سيستم، وهو بقى يعمل عمليه الكويري دي، يبدا يتشيك على الكويري. يبقى دي وظيفه من وظائف الداتابيز مانجمنت سيستم، وبالاضافه الى الجنريت ريبورتس ويطلع ريبورتس. الموديفيكيشن، انت انشات الداتابيز خلاص، هل بعد ما انشاتها غير مسموح ليك بتعديل ولا اضافه ولا اي حاجه؟ لا، بتستخدم الداتابيز مانجمنت سيستم تو انسيرت وديليت وابديت الكونتنتس بتاعت الداتابيز. يبقى دي وظائف برضه من وظائف الداتابيز. accessing الداتابيز through web applications، انت عندك في من اكبر الاستخدامات لقواعد البيانات دلوقتي ان هي تكون على في ويب ابلكيشن. في عندك ويب ابلكيشن موجود على سيرفر من السيرفرات، يعني في سيرفر زي الانترنت، وانت هتخش تحجز اي طيران، تعمل اي اكونت على اي حاجه، كل الداتا دي كلها بتتخزن في داتابيز. فدي الداتابيز مانجمنت سيستم بيسمح لينا ان تكون الداتابيز متاحه للويب ابلكيشن لبرامج الانترنت. الفائده اللي بعديها للداتابيز مانجمنت سيستم اللي هي processing and sharing by a set of concurrent users and application programs، اللي هو keeping all data valid and constant. يعني ايه بقى يا جماعه الحته دي؟ احنا فاكرين لما جينا في اللي فات قلنا لو احنا عندنا تكست فايل وفي برنامج هيتعامل مع التكست فايل، ما اقدرش ابني برنامج ثاني واخلي الاثنين دول مع بعض يتعاملوا مع التكست فايل في نفس الوقت، لان لو ده فتحوا القرايه ولا الكتابه خلاص قفلوا على اي حد تاني، ما اقدرش يستعمله. لكن الداتابيز مانجمنت سيستم يسمح لينا ان اكتر من برنامج ويتعاملوا مع الداتابيز. مش نشوف الشكل الجديد، كان في ابلكيشن داتابيز مانجمنت سيستم وبعد كده الداتابيز. الابلكيشن ده ممكن يكون عندي اكتر من ابلكيشن، وكل دول لما يجوا يتعاملوا مع الداتابيز هيتعاملوا مع هيبعتوا الرساله اللي هم عايزينها للداتابيز مانجمنت سيستم، وهو بقى اللي مسؤول عن الرد عليهم، هو بقى اللي يشوف ده عايز ايه ويبدا يتعامل مع الداتابيز. يبقى ده الداتابيز ستيل اللي بيتعامل معاه حاجه واحده. لكن مين بقى اللي بيمانج الكونكرنت يوزرز اللي بيتعامل معاهم؟ هو الداتابيز مانجمنت سيستم. طب ايه بقى المشاكل اللي كانت بتظهر في الجزئيه دي يا جماعه؟ ايه المشاكل اللي كانت بتظهر واللي حلها اللي هو الداتابيز مانجمنت سيستم؟ نشوف كده من الامثله. لو انت عندك في اكونت، حساب من الحسابات اللي في البنوك او في اي حاجه، وفي رصيد من الارصده، يعني يبقى في عندك مثلا اي حاجه في 1000 مثلا، يبقى ده رصيد حساب اكونت وموجود فيه رصيد، وفي يوزر دون هي مستخدم، يعني في عميل من اللي هو المحاسبين اللي هو اللي قاعدين على الشباك، واحد بيعمل عمليه ايداع، يبقى هنا وده بيكون عمليه ايداع. واحد تاني هيعمل عمليه سحب على نفس الحساب، واحد تاني هيعمل عمليه سحب. شوف ده عايز يعمل عمليه ايداع، يعني عايز يضيف مثلا 500، واللي هنا دون عايز يعمل عمليه سحب، هيسحب اي حاجه، يسحب 600 مثلا. احنا دلوقتي بنتكلم في مثال ان في اكونت وفي عمليه شيرنج، في اكتر من واحد هيستعملوه. شوف ايه كانت المشاكل اللي كانت بتحصل بين امثلتها ايه بقى؟ ده الحساب، ده واحد هيعمل ايداع وده واحد تاني هيعمل عمليه سحب. طب هو عشان يعمل عمليه الايداع والسحب يعمل اول حاجه يعمل ايه؟ هيقرا الحساب. فلما يقرا الحساب ده هيبص يلاقي الحساب ده عنده 1000، وده في نفس الوقت هيقرا برضه الحساب يلاقي 1000 برضه، اهو اللي هو 1000. يبقى اول حاجه عشان يقوم بعمليه الايداع يقرا الحساب هو كام،
يجمع عليه ال 500 وبعد ما يجمع عليه ال 500 يعمل ايه يا جماعه؟ يعمل عمليه سيف، يحفظ الناتج في ده. وده برضه هيعمل ايه؟ هيقرا ال 1000 ويطرح منه 600 وبعد ما يطرح منه 600 يابديت ده بقى، يعدله ويعمل عمليه سيف. طب نشوف ده هيطرح ادي 1000 هيجمع عليه يطلع 1500 وده نفس العمليه، عملت عمليه الطرح طلع ان في هنا 400. يجي بعد كده ده بقى بعد ما عمل عمليه الاضافه يعمل عمليه السيف الحفظ. فلما يجي يحفظه يروح شايل دي ويحط مكانها اللي هي 1500. ده خلص برضه واقف عند ايه؟ عمليه سيف، يروح عامل عمليه سيف. لما يجي يسيب ال 400 فوق يروح شايل 1500 ويحط كام هنا؟ 400. يبقى هنا عمليه الاضافه اللي هو حصل ضافها ده ما نعم ده ما بيحصلش. ما انت بتقول ما بيحصلش ليه؟ لان انت دلوقتي بتتكلم بعد مثلا ايه 20 سنه من ما كانت المشكله دي بتحصل. لما كانت دلوقتي في البدايه خالص تكست فايل ما كانش فيه لسه اوفيس ولا حاجه لسه. طب نشوف بقى احنا هنا دلوقتي يبقى دي مشكله بتظهر لما يكون في اكتر من يوزر ويتعاملوا مع داتا. اكتر من يوزر ويتعاملوا مع داتا. طب دول اثنين افرض بقى هم 3 4 5 يبقى ايه اللي هيحصل؟ خلاص الحساب ده ما تعرفش بقى ايه اللي هيحصل فيه بعد كده. يبقى دي كلها كانت مشاكل، مشكله من المشاكل اللي كانت بتحصل في الكونكرنسي او مالتي يوزر اكسس نفس الحاجه. الداتابيز مانجمنت سيستم الداتابيز مانجمنت سيستم هو المسؤول عن اداره العمليه دي، ان لما يكون في اكتر من يوزر وهيتعاملوا مع داتابيز مع حاجه معينه هو اللي بيمانج الكونكرنسي للمالتي يوزر للداتابيز. اتفضل. تعمل ازاي بعد كده؟ او ايه تاني علاجها؟ علاجها تاني اليوزر الاول يخلي البحرين يدخلوا في وقت واحد. نعم. يعملوا ابديت في الحساب ده في وقت واحد. ان انت ما تخليش الاثنين يعملوا ابديت. خلي بالك بقى انت هنا لو انت ما تخليش الاثنين، طبعا كلمه بقى ما تخليش الاثنين دي احنا ايه في كتب كتيره وحاجات كتير بقى ومشوار طويل عشان نشوف هم حلوه ازاي. احنا بس يعني مش عايزين ناخد وقت كبير فيه، بس هقول لك هنا مثال. انت دلوقتي بتقول ايه؟ عشان نخلي الاثنين يعدلوا في وقت واحد كويس. يعني لما واحد يقرا ويجي يعدل ما تخليش الباقي يشوف. ده المفروض ما يشوفش الالف لان مش هتبقى الف هتتعدل صح؟ طب افرض ده قراها والعمليات بتاعته طويله وعمال يجمع ويطرح وحسابات طويله. طب يبقى الحساب ده يدانه واقف طول ما الموظف ده شغال. طب افرض هو الموظف ده وهو يعني في العمليات بتاعته خد اي وقت، تقول مثلا 10 دقايق مثلا هو بيشتغل ماشي، خد 10 دقايق. طب لو انت جيت بقى على شركه طيران، شركه دلوقتي واحد هيخش ويحجز كورس الطياره، فهو اول ما دخل ولسه هيحجز فبيطلع بقى ارقام الكراسي بتاع الطياره هيحجز. توقف له الطياره بقى، ما انت مش عارف هيحجز ثاني كورس، تدنك موقف الطياره المده دي كلها ومحدش يخش عليها من العالم كله لحد ما واحد في اي مكان كده يخلص. طب شوف حساب زي حسابات التأمينات والمعاشات، لعمليه الايداع والسحب والدنيا شغاله فيه، و15 مليون ايداع وسحب. طب ده هتقدر توقفه فتره زي دي عشان بقيه الناس تشتغل؟ يبقى لازم في آلية معينه نمشي بيها. ايه هي بقى دي؟ في بقى حاجات كتير طرق كتير بقى هنشوفها بعدين بس مش الاستمرارية موجودة عندك في شابتر 14 و15 و16. خلاص يا جماعه، يبقى احنا ده الواحد اللي احنا بنتكلم فيه اللي هو بروسيسنج اند شيرنج باي سيت اوف كونكرنت يوزرز، يعني مجموعه من الكونكرنت يوزرز هيأكسس اللي هو الداتابيز مع بعض. مهمتها ان هو يكيب all data valid and constant. يكيب all data valid and constant. نشوف اكزامبل يا جماعه من الداتابيز ايه اللي احنا عايزين نوصل له في الاخر، اللي هو الشكل اللي احنا هنشوفه دلوقتي. في حاجه اسمها الميني وورلد. كلمه ميني وورلد دي المقصود بيها ايه؟ الميني وورلد انت عندك في الريال لايف في عايز تبني قاعده بيانات في شركه او الجامعه او اي حاجه من الحاجات دي، يبقى الجامعه دي بالنسبه لك هو ده الوورلد بتاعك اللي انت هتاخده كده وتبدا تبني سيستم ليه، فبنسميه ميني وورلد. يعني هو ده العالم بتاعك، هو كل الجامعه بس. لو انت هتبني داتابيز لشركه
يبقى الورلد بتاعك او اللي هنقول هنا هنسميه ميني وورلد اللي هو الشركه دي بس، مالكش دعوه باي حاجه براه، يبقى هو دون الميني وورلد. يبقى الميني وورلد هو عباره عن سب اسبكت من ريال لايف، يعني تشوف حاجه في ريال لايف وانت هتبني داتا بيز ليها فبتاخدها ويبقى هو ده الميني وورلد بتاعك، مالكش دعوه باي حاجه خارجها. الاكزامبل بتاعنا الميني وورلد بتاعنا اللي هو اليونيفرستي. عايزين نبني بناء قاعده بيانات اليونيفرستي، فبنحدد حاجتين، حاجه اسمها entity، حاجه ثانيه اسمها relations. يبقى في entities وفي relations. اللي اتعامل مع الداتابيز قبل كده اللي هي الجداول والعلاقات اللي بين الجداول، هي الجداول والعلاقات، بس الجداول دي ممكن تكون هي عباره عن relations بس. طب نشوف بقى كلمه entity. عشان نحدد الانتيتيز والريليشن اللي بينهم دي بتجيبها منين يا جماعه؟ بتقعد مع العميل اللي طالب قاعده البيانات او طالب السيستم ده وتبدا تشوف ايه المطلوب، هو عايز ايه؟ ايه الحاجه اللي هو عايزها؟ عايز يبني قاعده بيانات لايه؟ عايز يبني قاعده بيانات ليه؟ فهو بيشرح بيقول احنا عندنا في الجامعه في طلاب، والطلاب دول موجودين في تخصصات، والطالب بيدرس في سيكشن من السيكشنز، والسيكشن ده بيبقى تابع كورس من الكورسز ويبدا يشرح الموضوع بتاعه، سواء هنا في الجامعه في اليونيفرستي اللي احنا الميني وورلد بتاعنا في اكزامبل، او في شركه او في المؤسسه او ايا كان. فانت بتسمع الكلام اللي هو بيقوله، كل حاجه من الكلام اللي هو بيقوله، الحاجه اللي فيها نون يبقى ده بناخده ان هو انت، ناخده ان هو انت. الحاجه اللي فيها فيرب يعني يقول بيدرس في كذا، ينتمي لكذا، موجود في كذا، يبقى الكلمات دي كلها هي عباره عن ريليشنز، دي كلها تبقى عباره عن ريليشنز. نشوف مثال في الميني وورلد، هيبقى في عندنا ستودنت طلاب، يبقى ده في انتيتي اسمه ستودنت، انتيتي اسمه ستودنت. في عندنا كورسز زي ما نقول مثلا سي اس 507، بس لما نقول سي اس 507 الكورس ده بيتدرس في اكتر من ترم، في اكتر من سنه. لو انت حددت الكورس سي اس 507 في سنه كذا الترم الاول مثلا، يبقى ده عباره عن سيكشن، يبقى ده عباره عن سيكشن. الكلام اللي احنا بنقوله ده هو جاي منين؟ اللي بيتكلم عن اليونيفرستي هو بيقول كده احنا مسميين عندنا سيكشن، هو بيقول ان احنا مسميين عندنا سيكشن، فاحنا بناخد الكلام اللي هو بيقوله ونطبقه عندنا. يبقى في حاجه اسمها كورس زي ما نقول سي اس 507، في سيكشنز اوف كورسز. يعني ايه سيكشن اوف كورسز؟ يعني الكورس ده بيتدرس في اكتر من سنه، يعني كان موجود بيدرس السنه دي والسنه اللي فاتت واللي قبلها، وهيدرس الترم الجاي مثلا او السنه الجايه وهكذا. لو احنا حددنا سنه معينه وترم معين يبقى ده بنسميه سيكشن من الكورس، بنسميه سيكشن. فالطالب لما يجي يدرس هيدرس كورس ولا يدرس سيكشن؟ هيدرس سيكشن في سنه معينه في ترم معين. وبعد كده في ديبارتمنتس، في اقسام، وفي انستراكتورز اللي هم هيتيتش الكورس، هم اللي هو هيدرسوا اللي هو السيكشنز، هيدرسوا في سيكشن بقى. دي كلها دي عباره عن اسماء كانت موجوده في الكلام بتاعه. نيجي بقى نشوف الريليشنز. اي حاجه كان فيها فيرب يبقى هي دي الريليشن، علاقه بين الانتيتيز اللي فاتت. زي ما نقول كده sections are of a specific course. السكشنز دي هي عباره عن سكشنز من كورس محدد، هي عباره عن اجزاء من كورس محدد. يبقى دي عباره عن علاقه ريليشن، بس دي احنا هنسميها هنا ريليشن شيب. يبقى دي الريليشن شيب دي هتكون بين ايه بقى؟ هتكون بين السكشن والكورس، بين التو انتيتيز دول. طب هنا الستودنتس بياخدوا سيكشنز، يبقى في الحالة دي في علاقة بين الستودنتس، بين التو انتيتيز، الستودنتس والسيكشنز. نفس الحكاية الكورسز، الجرين ريكويست بتاعها كورس برضه. يعني انا ممكن يبقى في انتيتي واحد وفي علاقة بين الريليشن شيب بينه ونفسه، منه إلى نفسه. زي ما اقول في موظف وفي مدير للموظف، والمدير ده هو عباره عن موظف برضه. يبقى انا ممكن الاقي في انتيتي اسمه امبلويي، والاقي المانجر بتاعه هو برضه في الامبلويي برضه. يعني ممكن يبقى في ريليشن شيب بين الانتيتي وهو نفسه. اللي احنا بنتكلم فيه ده يا جماعه دلوقتي ده زي ملخص اللي احنا هناخده. يعني النظام ده احنا هنقعد ندرس فيه طول الترم.
يعني حكايه الريليشن والانتيتي احنا بنقولها دلوقتي بسرعه، لكن هناخدها تاني بالتفصيل اللي هي الانتيتي والريليشن. بس الاكزامبل ده اللي احنا عندنا ندرس فيه طول الترم، فالمفروض يعني تركزوا فيه شويه. الانستراكتور بيتيتش سيكشنز، يبقى في ريليشن شيب بين الانستراكتورز والسيكشنز وهكذا. بعد ما نطلع اللي هو الانتيتيز ونطلع الريليشن شيبس، بنبدا نكون اللي هو التيبلز بتاعتنا في الداتابيز. نكون تيبلز في الداتابيز زي تيبل اسمه كورسز وتيبل اسمه سيكشن، في اسم الكورس ورقمه وعدد الساعات والقسم التابع ليه. ازاي نطلع الجداول دي وازاي نعبر عن الريليشن والانتيتي دي كلها في الشباتر الجايه، شرحها يكون في الشباتر الجايه. يعني اللي احنا عايزين نوصل له ايه بقى؟ ان انا هيبقى عندي شرح، واحد بيشرح كتاب كلام مكتوب، بيشرح شركه او مؤسسه او كل جامعه، ومن الكلام ده عايز احوله الى داتابيز زي كل جدول اسمه ايه والاعمده اللي فيه اسمها ايه وانواعها ايه. ده اللي احنا عايزين نوصله. احنا شفنا في الوظائف للداتابيز مانجمنت سيستم. عايزين دلوقتي نشوف اللي هي الكاركترستكس للداتابيز ابروتش. فايده استخدام اللي هو المنهج ده، ان يبقى في عندي ابلكيشن وداتابيز مانجمنت سيستم وداتابيز. ايه هي الخصائص بتاعته عن اللي فات؟ الخصائص بتاعته عن اللي فات. اول حاجه اللي هو سيلف ديسكرايبنج نيتشر اوف ا داتابيز سيستم. يعني ايه سيلف ديسكرايبنج نيتشر اوف داتابيز سيستم؟ نبص كده يا جماعه في البروبلم اللي فات اللي احنا كنا شايفينه. احنا قلنا في تكست فايل وفي برنامج، مش عارف دايما يكون في الاخر يعني في تكست فايل وفي برنامج هيتعامل مع التكست فايل. يا جماعه شوف هنا التكست فايل مكتوب في الرقم والاسم والرقم والاسم. لو واحد خد التكست فايل ده هيقدر يعرف هو الجدول ده فيه كام عمود، ولا فيه بيانات ايه، ولا العمود الاولاني ده نوعه ايه، ولا الارقام دي بتاعت ايه، ولا الاسم ده بتاع ايه. كل الكلام ده بيتخزن فين؟ اللي هو بنسميه الوصف بتاع قاعده البيانات. وصفها ده هيكون موجود فين؟ اللي هي الميتا داتا دي كلها موجوده في الابلكيشن نفسه. يعني هو بيكتب البرنامج هيبقى عارف ان اول عمود اول قيمه هتبقى الرقم، والمفروض تبقى اللي هو رقم التليفون، وممكن يبقى 10 خانات وهكذا، وبعد كده في الاسم وبعدين الرقم تاني. يبقى البيانات كلها هتكون متخزنه في البرنامج، متخزنه في البرنامج. طب افرض كده بعد كده قلنا احنا في عندنا اللي هو دليل التليفون في الرقم والاسم، لو عايزين نزود العنوان كمان هنعمل ايه؟ احنا عندنا الاسم فايل اهو وفي رقمه الشخص، رقم التليفون والاسم. طب عايزين نزود عنوان بقى لكل واحد، يبقى دي مشكله كبيره. مشكله ان انا مش هقدر بس اضيفها في تكست، ده انا لازم امشي على البرنامج كله، كل حته كانت بتقرا او تكتب في تكست اعدل فيها تاني. دي مشكله كبيره. يبقى الاثنين دول مرتبطين مع بعض، الاثنين دول مرتبطين مع بعض. لكن في ده في النظام الجديد في الداتابيز ابروتش ايه اللي حصل؟ الميتا داتا دي يا جماعه الوصف بتاع الداتابيز هو موجود فين؟ في الداتابيز نفسها. انت لو جبت اي فايل اكسس في داتابيز وفتحت مش بيوريك ان في تيبل اسمه كذا وتيبل، والتيبل ده فيه اعمده اسمهم ايه وانواعهم ايه. يعني الميتا داتا الشرح ده كله موجود في الداتابيز نفسها، كله موجود في الداتابيز. يعني لو حبيت في اي وقت انا عندي جدول اسمه جدول الطالب، في رقم الطالب واسمه والعنوان، لو حبيت ازود عمود جديد زياده بجدول الطالب ده هيأثر على البرنامج اللي بيتعامل مع الداتابيز؟ المفروض انه ما يأثرش عليه في اي حاجه. طب لو جيت على الداتابيز وزودت جدول جديد حطيته انا هيأثر على الداتابيز في اي مشكله؟ ما يأثرش على الداتابيز في اي مشكله. هيأثر على الابلكيشن. نعم؟ بس هيأثر على الابلكيشن، الابلكيشن مش هيقدر يشوفه ولا هيقدر يقراه لما عدل فيه بره. ما انت دلوقتي معلش احنا دلوقتي بنقول هنا نفس المشكلة. احنا قلنا دلوقتي البرنامج ده انت ما تقدرش تعدل في الفايل ده اي تعديل خالص الا ما تعدل في مين؟ في الابلكيشن كده. لو انت جيت على الداتابيس وضفت تيبل جديد بس، هل البرنامج هيتاثر في اي مشكله؟ مش هيتاثر. يشوف التيبل الجديد. يبقى انت لازم ده، ما انت بتضيفه ليه؟ لان انت احتاج في ريكوايرمنت جديد. هم بعد كده قالوا لك ده احنا في عايزين نضيف جدول خاص بالمشاريع.
فانت هتكريت التيبل ده وتضيفه عندك في الداتابيز وتبدا تضيف كومبوننت جديده في البرنامج بتاعك. لكن كل اللي فات اللي انت كنت البرنامج اللي فات اللي انت عامله مش هيتاثر باي حاجه، هتضيف بس فورمز جديده في البرنامج كمل عليه. لكن مش هتعدل بقى في كل مكان زي ما كنا هنا. لو انت عايز تضيف عمود تقعد تلف على كل دول تعدل فيهم. معلش برضه، ما انا لما اعدل حجم مثلا ريكورد جوه الداتابيز، ما انا لازم اعدل في الابلكيشن برضه اقول ان الريكورد دوت مساحته قد كده، عشان لما يجي اليوزر يحط داتا ما يقدرش يحط اكتر من اللي موجود. كويس. بص هنا كده، انت لو انت عندك اسمع بس، مش في برنامج هو بيأكسس داتابيز وبيبعت بقى الكويري اللي هو كويري، الكويري اللي اتبعت دي المفروض بيبقى انسنت انتو مش عارف كذا. لو هو فين يبقى بيدي رساله لليوزر ان في حصل ايرور، مش كده؟ طيب يبقى انت تقدر تمانج الاكسبشنز دي في الابلكيشن بتاعك، تحط ان انت لو حصل في ايرور يبقى تشوف بقى انت هتعمل ايه معاه. وبعدين انت ما بتعدلش بقى في الداتابيز تقول ده انا هعدل الداتابيز تشيلها خالص وتحط حاجه ثانيه، لا ده انت بتعدل الداتابيز في رينج برضه محدد. يعني انت عارف انت عامل البرنامج بتاعك ازاي، فتقدر في مجال ان تعدل في الداتابيز من غير ما تاثر في الابلكيشن. يبقى ده اللي احنا بنتكلم فيه دوت اللي هو اسمه ايه يا جماعه؟ اللي هو سيلف ديسكرايبنج نيتشر اوف داتابيز سيستم. يعني وصف الداتابيز اللي هي الميتا داتا، اللي هي وصف الداتابيز متخزن في فايل الداتابيز نفسه، متخزن في فايل الداتابيز. الحاجه اللي بعديها اللي هي الايزوليشن بين بروجرامز اند داتا. في حاجه اسمها بروجرام داتا اندبندنت وحاجه اسمها بروجرام اوبريشن اندبندنت. نشوف الحاجتين دول. ده احنا الفصل بين البرنامج والداتا اللي هو نفس الكلام اللي احنا كنا بنتكلم عنه. ده انا فصلت بين البرنامج والداتا، اقدر اعدل في البرنامج من غير ما ياثر على الداتابيز، واقدر اعدل في الداتابيز من غير ما ياثر في البرنامج. الكلمه دي كده بنسميها بروجرام داتا اندبندنت، يعني البروجرام والداتا منفصلين عن بعض. ها يا جماعه، يبقى دول منفصلين الاثنين عن بعض. يبقى دول منفصلين عن بعض. ده اللي هو اسمه بروجرام داتا اندبندنت، ده الايزوليشن بين البروجرام اند داتا. طب الحاجه اللي احنا كنا لسه بنقولها دلوقتي اللي هي البروجرام اوبريشن اندبندنت. بروجرام اوبريشن اندبندنت يعني ايه بقى بروجرام اوبريشن اندبندنت؟ انت عندك داتابيز وفي اكتر من برنامج هيتعاملوا مع الداتابيز دي. اكتر من برنامج هيتعاملوا مع الداتابيز. الداتابيز دي داتابيز لطلاب بس، داتابيز خاصه بالطلاب. وفي عمليات مشتركه بين البرامج دي كلها هتتم على الداتابيز، زي مثلا اللي هو حساب تقديرات الطلاب. خلاص الترم انتهى والدرجات كلها دخلت، فانت عايز تحسب تقديرات او معدل التراكمي للطلاب كلهم، او اي حاجه من عايز تحسب الطلاب الخريجين، تطلع هم الطلاب اللي اتخرجوا، الطلاب اللي هم لسه، اي حاجه من الحاجات دي كلها. يعني في اوبريشن انت عايز تنفذها على الداتابيز بتاعك، عمليه عايز تنفذها على الداتابيز. احنا العمليات دي كنا بنعمل ايه فيها؟ كنا بنحطها في البرامج. لكن دلوقتي اصبح من الامكان ان انا اعرف الاوبريشن العمليه دي واخزنها جوه الداتابيز بتاعتي. مش موجوده في الاكس، لكن ممكن السيرفر او الاوراكل. يبقى ممكن اعرف بروسيجرز او اي حاجه من الحاجات دي كلها. هي مش موجوده في الاكسس، مش هي استعلام. يعني لو انا عندي مثلا عايزه حاجه معينه ممكن اخزنها في الداتابيز بشكل استعلام. بشكل استعلام ويطلع اوبريشن. يعني انا عايزه عمليه معينه، عايزه مثلا يجمع لي ويطلع لي الناتج، ممكن نخزن ده كله في استعلام. لا احنا كلمه اوبريشن دي يعني عمليه يتمها ينفذها على الداتابيز من غير ما يكتب اي فاليو، يعني ما يرجعش حاجه. انت ممكن تعملها بكويري برضه، يعني كذا وفي الاخر ما فيش الباقي ده هيرجع ما تعملوش. بس هو انت كده تحايلتي عليه استخدمتي حاجه اسمها كويري، لكن هم بيصمموا كانوا مش حاطين الجزء ده اللي يتحط في نفسه. لكن في الاس بي ال سيرفر والاوراكل حاجات زي كده هم معمول حساب الاوبريشنز دي انها تتخزن. يبقى لو انا عندي عمليه زي مثلا عمليه ايه مثلا حساب مرتبات الموظفين، او عمليه مثلا حساب الحوافز او اي حاجه من العمليات دي، يبقى انا ممكن اجي في الداتابيز نفسها واخزن الاوبريشن دي، اسمي مثلا الاوبريشن دي اسمها اكس،
وكل البرامج دي تكون الاوبريشن اكس وتنفذها. نقول الاوبريشن اكس وتنفذها. بدل ايه؟ بدل ما كنت هشيلها من هنا واحط الاكس بقى مره هنا ومره هنا ومره هنا واحطها في كل دول. يعني الشكل الجديد ده اسمه ايه؟ اللي هو بروجرام اوبريشن اندبندنت. يعني اصبح البروجرامز بعيد عن الاوبريشنز، الاوبريشنز هتتفصل وتتحط داخل الداتابيز. يبقى دي الخطوه اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي اللي هي كونسوليشن بين بروجرامز اند داتا، اللي هو بروجرام داتا اندبندنت، ان انا اقدر اعدل في الداتا في قاعده البيانات من غير ما اغير في البروجرام، واقدر اغير العكس اعدل في البرنامج من غير ما اغير في الداتابيز. ده اللي هو بروجرام داتا اندبندنت. لو انا لقيت بيحقق الحاجتين، هي بروجرام داتا اندبندنت وبروجرام اوبريشن اندبندنت، يبقى في الحاله دي ده اللي هو حاجه اسمها داتا ابستراكشن. يبقى ده داتا ابستراكشن. يبقى داتا ابستراكشن اللي هو هيحقق الحاجتين، بروجرام داتا اندبندنت وبروجرام اوبريشن اندبندنت. نشوف بعد كده اللي هو الداتا موديل. الداتا موديل ده يا جماعه يعني ايه بقى داتا موديل؟ داتا موديل اللي هو بيهايد الستورج ديتيلز. في اللي فات ده يا جماعه اللي هو في التكست فايل، لو انت عايز تاكسلريت عمليه السيرش، عايز تسرع عمليه السيرش هنا، انت هتعمل ايه؟ لو انت عايز تسرع عمليه السيرش ده، كنت انت هتيجي وتقول مثلا كل واحد من ده هفترض ان الرقم دوت رقم التليفون السايز بتاعه 10 خانات، والاسم الماكسيمم بتاعه 50، ولو ما كملش ال 50 هتسيب له مكان فاضي، هتسيب له سبيسز يعني، بحيث ان انت يديلك امكانيه ان انت تقدر توصل لرقم 500 رقم 1000. يعني لو انا عايز الشخص اللي رقم 500 اوصل له ازاي؟ ان انا همشي كام خانه؟ ال10 مع ال50 مع اللي هي ال61، واقعد احسبهم اشوف اوصل اللي هو مكانه فين في الفايل على الهارد، بحيث ان انا زي بوينتر كده اروح عليه على مكانه على طول، يروح لمكانه على طول. يبقى انا عشان ازود عمليه السرعه اضطريت ان انا اعمل ايه؟ اقعد افكر كتير قوي الفايل ده متخزن ازاي ومكان كل مكانه فين. لكن باستخدام الداتابيز مانجمنت سيستم عمل حاجه اللي هي الداتا موديل، اللي هو بيخفي عن اليوزر عمليه الستورج هي متخزنه ازاي. هو بمجرد بس بيبعت الكويري، والداتابيز مانجمنت سيستم هو اللي مسؤول يروح على الهارد ويشوف الريكورد ده متخزن في انهي مكان ويبدا يطلع البيانات دي. يبقى هو الداتا موديل والمقصود بيها ان الداتابيز مانجمنت سيستم هيخفي عن اليوزر اللي هو الستورج، اللي هي الفايل متخزن ازاي على الهارد والبيانات متخزنه ازاي جوه على الفايل، ما يعرفهاش. هو كل اللي يعرفه ان هو عايز ينادي على ريكورد معين في تيبل، هو بيكتب بس اللي هو الكويري اللي هو بيطلع له الداتا دي على طول. ده اللي هو الداتا موديل. Support of multiple views of the data. الداتابيز مانجمنت سيستم بيدعم حاجه اسمها multiple views. multiple views دي اللي هي ايه؟ انا عندي اكتر من يوزر، كل يوزر بيبص للداتا من وجهه معينه، عايز يشوفها بشكل معين، وبقيه البيانات هو مش محتاج يشوفها. يبقى ده عباره عن فيو، يبقى في عنده اكتر من فيو. هي موجوده برضه في الاوراكل، هي في فيوز وفي سكيول سيرفر في فيوز برضه لاكسس كويري. يبقى في عندك في اكتر من فيو. يعني ايه اكتر من فيو؟ فلنفرض انت عندك طالب لما يجي يبص لقاعده البيانات بتاعت الطلاب، هو يهمه ان هو يشوف ايه؟ عايز يعرف ايه المواد اللي هو خلصها، ايه تقديراته، ايه جدوله. يبقى دي كلها الحاجات اللي هو عايز يشوفها. يهمه بقى انه يعرف بقيه الطلبه مين فيهم مثلا اللي اتخرج من 15 سنه اسمهم ايه، ولا الطلبه اللي هم المقررات اللي كانت موجوده مش عارف في سنه كذا. دي الحاجات دي كلها ما يهموش البيانات دي. لكن في واحد تاني مثلا شغال في الحسابات، المحاسب، ايه اللي يهمه ان هو يشوفه؟ هو عايز بس يشوف ايه المصروفات، مين اللي سدد ومين ما سددش والحاجات دي كلها. يبقى ده فيو اللي هو عايز يشوفه، ما يهموش بقى ايه الطالب درس ايه ولا جدوله ايه ولا اي حاجه من الحاجات دي. يبقى كل يوزر من اليوزرز دول عايز يشوف الفيو معين، يشوف الداتا دي بشكل معين، والباقي هو ما يعرفه، مش محتاج ان هو يشوفه. فالداتابيز مانجمنت سيستم بيوفر لليوزر الفيوز اللي هو محتاجها، اللي هو الفيوز اللي هو محتاجها. يبقى ده بيسبورت مالتيبل فيوز اوف ذا داتا.
زي ده. احنا هنا دلوقتي ده بيانات الطلبه، كل طالب والمواد اللي سجل فيها وتقديراته والسنه اللي سجل فيها اللي هو السكشن اللي سجل فيها. واحد تاني مش مهتم بده، بيبص بس هو بيسجل فعايز محتاج بس ان هو يعرف كل ماده وايه الريكوست بتاعها. يبقى كل يوزر في ليه اهتمامات معينه من الداتابيز، مش اهتمامات بس، لا وصلاحيات كمان. المفروض هو بيشوف الجزء ده بس وما يشوفش الباقي. يبقى ده بيسبورت المالتي يوز. شيرنج اوف داتا اند مالتي يوزر ترانزاكشنز. الجزء اللي فاضل ده شبه اعاده للكلام اللي احنا قلناه قبل كده، نقوله برضه بسرعه كده. شيرنج اوف داتا اند مالتي يوزر ترانزاكشن بروسيسنج، اللي هو احنا قلنا في عندنا اكتر من يوزر وهيأكسس داتا. الداتابيز مانجمنت سيستم هو مسؤول عن اداره اللي هو المالتي يوزر ترانزاكشنز، ان في اكتر من ترانزاكشن هيتموا على حاجه معينه، وهو يهتم ان كل ترانزاكشن يتم على حده بدون تاثير على الاخر. يعني ايه بقى الكلمه دي؟ كلمه ترانزاكشن يعني ايه؟ احنا لو قلنا مثلا في عمليه ايداع، واحد هيقوم بعمليه ايداع. عمليه الايداع دي العمليه دي اسمها ترانزاكشن. بس عمليه الايداع الترانزاكشن ده ما بيتمش كله في حاجه واحده، لا ده محتاج خطوات. زي ايه مثلا؟ واحد عايز يعمل عمليه ايداع، يبقى اول حاجه هيجي لنا الرقم الحساب ونتشيك على الحساب، نشوف الحساب ده موجود ولا لا. بعد ما نشوف تشيك على الحساب طبعا نشوف الحساب موجود ولا لا، وافيلابل يعني متاح ولا لوكد ولا حاجه. وبعد كده يبدا يعمل عمليه الايداع المبلغ ده. طب واحد تاني هيكون رايح وعايز يعمل عمليه سحب، يبقى محتاجين نتشيك على ايه بقى؟ ان الحساب موجود ولا مش موجود، المبلغ اللي موجود فيه يسمح بعمليه السحب ولا لا، الشخص اللي جاي يسحب الاي دي بتاعته سليمه ولا لا. يبقى دي كلها اكتر من اوبريشن بتتم، كل دول مع بعض. يبقى دول كلهم مع بعضهم كده بنسميهم ترانزاكشن. يبقى ترانزاكشن ممكن تكون مكونه من اوبريشن واحده بس. هيريد عايزين بيان عن الحساب، يبقى هيريد بس في قيمه الحساب بس خلاص. يبقى دي ممكن يكون حاجه واحده، وممكن يكون مجموعه من العمليات، هيريد كذا واكس ويريد ويابديت كذا ويعمل. يبقى دي كلهم مع بعضهم السلسله دي لحد ما يتمم عمليه السحب. يبقى دي كلها ترانزاكشن. الداتابيز مانجمنت سيستم مسؤول عن ايه بقى؟ ما في عمليات سحب، ترانزاكشن عمليه سحب، وعمل ترانزاكشن لتحويل، ترانزاكشن لايداع. كل دول هيتموا في نفس الوقت. الداتابيز مانجمنت سيستم مسؤول ان كل الترانزاكشنز دول يتموا مع بعض من غير ما اي واحد فيهم ياثر على الثاني. يعني كل واحد يشتغل وهو حاسس ان هو ما فيش حد بيشتغل على الداتابيز دي غيره. يبقى الداتابيز مانجمنت سيستم مسؤول عن حاجه اسمها اللي هو شيرنج اوف داتا اند مالتي يوزر ترانزاكشنز. يبقى الكونكرنت يوزرز كلهم هيأكسس الداتابيز، وكل واحد الترانزاكشن بتاعته تتم من غير ما تاثر على الثاني. مين بقى المسؤول؟ الجزء من الداتابيز مانجمنت سيستم المسؤول عن الكونكرنسي اسمه كونكرنسي كنترول. يبقى الكونكرنسي كنترول ده مهمته ايه؟ كونكرنسي كنترول اللي هو في الداتابيز مانجمنت سيستم مسؤول ان كل الترانزاكشن تتم كلها على الداتابيز من غير ما تاثر على اي ترانزاكشن ثاني، في حاجه بقى اسمها ريكفري سب سيستم. الريكفري سب سيستم هو برضه سب سيستم، برنامج صغير موجود داخل الداتابيز مانجمنت سيستم. مهمته ايه بقى؟ كل ما تتم عمليه ترانزاكشن يروح واخد الترانزاكشن ده ويعمل له سيف، يعني يتاكد ان الناتج بتاعها تم حفظه بالكامل، وبيسجل البيانات دي. يعني تم تعديل في جدول اسمه اكس، تم تعديل في جدول اسمه واي، اضافه كذا لكذا، يبقى كل ده بيسجله زي لوج فايل كده، يسجل كل البيانات دي، بحيث ان انا لو حصل فين في اي وقت اقدر اعمل رول باك للترانزاكشن اللي هي حصل فيها فين. نشوف نظام الحته دي. لو انت عندك مثلا حسابين تو اكونتس، وانت عايز تعمل عمليه سحب من هنا، يعني زي تحويل، فهتسحب مبلغ من هنا وتحطه هنا. فلنفرض ان ده مثلا الحساب بتاعه 100 وده اي حاجه 100 برضه. عايزين نسحب 50 من هنا وتضيفه هنا، يعني عايزين نعمل عمليه تحويل ل 50. يبقى عمليه التحويل دي ده ترانزاكشن. طب عشان تتم محتاجين نعمل ايه؟ اول نشيك على ال 100 دي، نشوف هتسمح بعمليه السحب ولا لا. وبعدين انقص من ال 100 دي 50، وبعد كده اروح اجمع ال 50 دي على ال 100. مش هو ده كله عمليه التحويل؟ طيب خلينا تشيك هنا على الحساب ده يسمح نقص من ال 100 دي 50
فشال دي لما طرح منها 50 فضل 50 فعمل ابديت خلاها 50. لما يجي بقى ياخد ال 50 ويجمعها هنا، هو في الخطوه دي حصل فين؟ في السوفت وير، في الهاردوير، في اي مشكله. يبقى ايه اللي حصل؟ الترانزاكشن دي ما تمتش. الترانزاكشن ما تمتش. الداتابيز وقفت على كده. بقت وقفت على ايه؟ ان ده 50 وده 100. طب وال 50 اللي تحت خلاص ما عادي مش موجوده. طب ازاي بقى نرجع؟ يبقى لازم عمليه ان انا طرحت من ده 50 وان انا لسه ما لحقتش اجمعها هنا، يعني الترانزاكشن ما تمتش، الكلام ده لازم يكون متخزن في حاجه. مين بقى اللي مسؤول ان هو يعمل العمليه دي كلها؟ اللي هو الريكفري كنترول. الريكفري ده هو اللي هيسجل ان الترانزاكشن مشيت الخطوه دي لكن لسه ما كملتش. يبقى حصل فين؟ يبدا يعمل رول باك، يتراجع عن الحاجات دي لحد ما يوصلها لقبل ما الترانزاكشن تتم. فهمنا الجزء ده يا جماعه؟ ده يبقى ده الريكفري كنترول، هو ده يتاكد ان الداتابيز ان الترانزاكشن يا اما تمت كلها يا ما تمتش، وتمت يبقى الناتج بتاعها اتحفظ في الداتابيز بحيث ان هو يقدر يتراجع عن اي خطوات تمت داخل الترانزاكشن لكن لسه ما خلصتش الترانزاكشن كلها. من فوائد الداتابيز اللي هو الداتابيز سيستم ان انا اقدر استخدمها في الاونلاين ترانزاكشن بروسيسنج اللي هي الحاجات اللي موجوده على الانترنت وفيها اكتر من يوزر هيأكسس الداتابيس في نفس الوقت. هو تركيزها الاساسي على الانترنت زي مثلا اللي هي الحجز على شركات الطيران، في المطارات مثلا في يعني اكونتس اكتف في اكتر من يوزر في اماكن واسعه جدا هيتعاملوا معاها، فالداتابيس سيستم بيوفر لينا الجزء ده. الحاجه اللي بعديها اللي هي controlling redundancy in data storage and involvement and health efforts. controlling redundancy يعني احنا هنا لما كنا بنستخدم تكست فايل كان ممكن يبقى عندي تكست فايل فيه بيانات الموظفين، رقم موظف واسمه عنوانه والدرجه الوظيفيه والبيانات دي. طب في برنامج ثاني خاص بالمهيات، طب هيتخزن فيه بقى المهيات دوت؟ هياخد رقم الموظف واسمه برضه، احنا بنتكلم في تكست فايل، رقم الموظف واسمه والدرجه الوظيفيه اللي هي برضه كانت موجوده في بيانات الموظفين، واساس المرتب دي حاجه ممكن تكون مش موجوده، ممكن القسم لان ممكن يكون كل قسم ليه علاوات معينه او مميزات معينه. يبقى في الحاله دي في بيانات متكرره موجوده مره هنا في شؤون الموظفين وموجوده مره في المهيات وموجوده مره بعد كده هو مثلا في الشؤون الاداريه لو في كل واحد ليه مهام معينه. يبقى البيانات اللي متكرره دي عايزين افويد الريدندنسي في الداتا. مين اللي هيمانج الموضوع دوت؟ اللي هو الداتابيز ابروتش بتاعنا. طب ايه عيوب المشكله دي؟ هو تكرار البيانات ده عيوبه ايه يا جماعه؟ لما يبقى في بيانات متكرره كده السايز يعني في حجم كبير، لان انا هنا ده البيانات موجوده هنا وموجوده هنا وموجوده هنا. طب ايه كمان؟ عمليه الابديت، ما هو السيرش ما تسيرش في واحد فيهم مش كده؟ طب بص بقى كده عمليه الابديت، فرضا ان هو اكتشفنا ان اسم الموظف ده فيه خطا عايزين نعدله، نقعد نخش على شؤون الموظفين ونعدل الاسم، نروح على شؤون الماليه ونعدل الاسم تاني، نروح في الشؤون الاداريه ونعدل الاسم. يبقى عمليه الابديت دي في عمليه فيها مشكله. لو موظف نقل من ديبارتمنت لديبارتمنت تقعد تلف على 3 داتابيز عشان تغير فيهم القسم اللي فيه موظف، فممكن وانت بتغير تنسى واحد منهم ما يتغيرش. يبقى عمليه الابديت دي فيها مشكله. عمليه الابديت فيها مشكله. الكونستانس يعني ايه بقى؟ انت دلوقتي في 3 يوزر قاعدين على السيستم، على 3 سيستمز مختلفين، وكل واحد بيدخل بيانات. واحد خد الاسم وبيدخله، جه يكتب مثلا احمد، واحد كتبه من غير همزه خالص، واحد تاني كتب الف حط عليها همزه فوق، واحد تاني غلط حط همزه تحت مثلا، واحد تاني. يبقى دي الاسم دخل في كل مكان بطريقه مختلفه. دخل في كل مكان بطريقه مختلفه، لكن لو هو شخص واحد هو اللي بيدخل اسم، دخل في مكان واحد الباقي يشوفه، يبقى في الحاله دي هتتجنب اللي هو الاختلاف في البيانات. يبقى دي من مشاكل اللي هي الريدندنسي داتا. شيرنج اوف داتا او مالتي يوزرز، ودي احنا لسه متكلمين عنها، ان هي الداتابيز الداتا هتكون شيرد لاكثر من يوزر. بالاضافه الى ايه كمان ان لو في يوزر عمل ابديت في اي حاجه هيظهر في نفس اللحظه لليوزرز الباقيين. يعني لو واحد حجز دخل وحجز كرسي على طياره، خلاص يبقى في كل العالم كله هيخش يلاقي ده خلاص مسكت محجوز. يبقى ده اي تحديث في الداتابيز من يوزر
في المالتي يوزر هيظهر لبقيه اليوزر. restricting unauthorized access to data يعني هنا قلنا السكيورتي في التكست فايل مفيش سكيورتي، اي واحد ممكن ياخد الفايل ويقراه، لكن في الداتابيز اقدر احدد اليوزر الفلاني هو ملوش صلاحيه الا مثلا ريد بس وعلى تيبل كذا، لكن ده ليه ريد ورايت يعني موديفيكيشن، ده ادمنستريتور لمجموعه من التيبلز، ده اونر للداتابيز، او يبقى تقدر تحط صلاحيات لكل يوزر ده في الداتابيز سيستم. providing storage structure for efficient query processing يعني عمليه البحث في الداتابيز. هو لما بيحط الداتابيز هو الداتابيز مانجمنت سيستم بيحطها ويحط في اعتباره عمليه البحث هتتم ازاي، يحطه بشكل يقدر يبحث فيه، فبيعمل حاجه اسمها اندكسنج، يعني بيعمل زي اندكس فهرس كده للداتابيز. يعني الداتا وهي محطوطه عنده يعمل اندكس، البحث بالاسم، البحث بالرقم، يبقى دي كلها عباره عن مجموعه من الاندكسز هو بيحطها بتسهل عمليه السيرش. بيسهل عمليه السيرش. بروفايدنج الباك اب اند ريكفري، ان هو بيبدا الباك اب والريكفري دي احنا قلنا الباك اب والريكفري ما كانوش موجودين في تكست فايل، لازم انت تعملهم في الابلكيشن بتاعك، لكن في الداتابيز هيبقى فيه فيتشرز ان هي في الباك اب والريكفري، تقدر تاخد باك اب وتعمل ريكفري للداتا. بروفايدنج مالتيبل انترفيسز تو ديفرنت كلاسز اوف يوزرز. اللي فات احنا قلنا بروفايد مالتيبل فيوز يعني اكتر من فيو، لكن هنا بنتكلم على الداتابيز مانجمنت سيستم نفسه ان هو بروفايد مالتيبل انترفيسز، ان في اكتر من انترفيس. يعني ايه اكتر من انترفيس؟ يعني انت في يوزر يعني او بروجرامر يعني اللي هيستخدم بقى الداتابيز مانجمنت سيستم نفسه، في واحد يحب ان هو لما يجي يستعمل الاكسس يكتب هو بنفسه امر الاس كيو ال اللي هو الكويري سيلكت كذا ويكتب الحاجات دي. في واحد ثاني يحب يستخدم الويزرد، في واحد يحب يستخدم يعني كل واحد ليه في انترفيس معين هو بيحب يفضله ويستخدمه عن شخص ثاني. يبقى لازم الداتابيز مانجمنت سيستم الناس اللي بيصمموا الاكسس او الاوراكل او السكيورتي سيرفر يحطوا في اعتباره انه يبقى في موجود اكتر من انترفيس للاكسس او الاوراكل للديفرنت يوزرز اللي هم هيستخدموا الاوراكل. على حسب في واحد هيبقى فيه انترفيس جرافيكال يعني ويزر ومنيوز وحاجات زي كده، في واحد ثاني هيستخدم لانجوج ويكتب هو الاوامر بتاعته، يبقى دي كلها ديفرنت انترفيس غير اللي كنا قلناه قبل كده اللي هو ديفرنت فيوز للداتابيز. representing complex relationships among data يعني احنا لو في عندنا داتابيز والداتابيز دي حجمها كبير يبقى هنلاقي في علاقات كتير. ممكن اقول ايه؟ الطالب بيسجل في سيكشن والسيكشن ده تابع لكورس والكورس ده تبع ديبارتمنت معين والسيكشن هيدرسه الانستراكتور، لكن الانستراكتور ممكن يتابع لديبارتمنت مختلف. يبقى دي كلها ريليشن شيبس علاقات ايه؟ مترابطه وتشابكه مع بعض كومبلكس ريليشن شيبس. يبقى لازم الداتابيز مانجمنت سيستم ده يكون قادر على التعامل مع الكومبلكس ريليشن شيبس العلاقات المترابطه اللي هي المعقده دي. integrity constraints on the database. integrity constraints دي اللي هي ايه يا جماعه؟ لو انا عندي هنا داتابيز وقلنا مثلا في تيبل او انت اللي هو الطالب، في رقم الطالب واسمه والقسم التابع للموظف الطالب، القسم اللي فيه الطالب، يبقى انا ما اقدرش احط الطالب في قسم الا لما يكون القسم ده اتضاف قبل كده. ما اقولش ان هو في قسم او ار واجي ادور ماليش فيه اصلا قسم اسمه او ار. يبقى قبل ما يضيف القسم يقبل عمليه اضافه الطالب في قسم او ار لازم القسم ده يكون مضاف الاول في جدول الاقسام. يبقى لازم يتشيك على الديبارتمنت. العمليه دي اللي هو بيهتم بيها اللي هي اسمها الانتجريتي. لكن الكلام ده ما كانش موجود في التكست. التكست فايل كان لازم انت اللي تعمل عمليه التشيك ده تشيك بايدك. لو انت جيت تحذف قسم والقسم ده فيه طلاب يبقى لازم هو هيجي لك هنت ده انا ما اقدرش نحذف القسم لان القسم ده فيه طلاب. هل هنحذف الطلاب ولا ما نحذفش؟ يبقى انت تشوف انت هتعمل ايه. يبقى دي كلها القيود دي كلها يبقى دي الخاصه بالانتجريتي اللي هي انتجريتي كونسترينت. drawing inferences and actions using rules. دي مجموعه من الاكشنز او الاستنتاجات اللي انت هتستنتجها من الداتابيز بس بناء على رولز معينه، يعني انت عايز تستنتج
من الداتابيز بتاعتك الطلاب اللي خلاص خريجين اللي هم خلصوا. طب الطالب الخريج ده اللي هو ايه؟ لازم يكون درس عدد معين من الساعات وخلص كذا، يبقى فيه قيود. الكلام ده ما كنتش تقدر تطبقه على تكست فايل، لازم انت تكتب الكود بالسي بلس بلس. لكن انت دلوقتي تقدر تحط اوبريشن هنا في الداتابيز بتاعتك اللي هو عشان يبدا يطلع الطلاب اللي هم ايه؟ الخريجين او اللي خلصوا او اللي مر عليهم كذا او وهكذا. يبقى دي تقدر تحط رولز معينه اوبريشن وتطبقها في الداتابيز عشان تطلع الناتج بتاعك. الحاجه اللي بعديها اللي هي الستاندردز. الستاندردز دي اللي هي ايه يا جماعه؟ انفورسنج ستاندردز. لما كانت الناس شغاله على تكست فايل ما كانش فيه ستاندرد ليهم، يعني كل واحد بيحط التيبلز بالشكل هو عايزه باي كان. لكن لما تيجي تقول لهم احنا هنستخدم اس كيو ال سيرفر، خلاص كل واحد عارف ان هو محتاج ان هو يحط اسماء تيبلز، محتاج ان هو يحط في ريليشنز بينهم، يعني في مقاييس موجوده بينهم. لو اي شخص هيتعامل مع الداتابيس هيبقى يتعامل تحت اللي هو الستاندرد اللي محطوط. يبقى الستاندرد ده يا جماعه يعني انت صممت داتابيز تبع اكسس، يبقى لو انت اديتها لاي شخص هيقدر يتعامل مع الداتابيز دي، لان عارف يعني فين التيبلز، فين في تقسيم فيها، ايه الريليشنز اللي موجوده بينهم، يبقى دي كلها هتبقى موجوده في الداتابيز بتاعتك. reducing application development time، الوقت اللي هو اللي انت كنت بتستخدمه عشان تبني سيستم، يعني مثلا زي السيستم اللي احنا كنا بنتكلم عليه دلوقتي اللي هو دليل التليفون. لو انت عايز تكتبه انت بالسي وتكتب كل الاكواد اللي هتتعامل مع تكست فايل كان هياخد منك وقت كبير جدا عشان تعمل فورمز والاكسس كل الكلام ده كله. لكن لو باستخدام اي برنامج من برامج اللي هو الداتابيز مانجمنت سيستم، ايه اللي هيحصل؟ عشان تكتب برنامج في تيبل واحد فيه 2 كولمز، يبقى ده هياخد منك وقت قد ايه؟ مفيش، ممكن في 3 4 دقائق هتكون انت البرنامج ده والفورمز والكويري والريبورت والحاجات دي كلها. يبقى الوقت اللي انت هتستهلكه في بناء السيستمز الجديده هيبقى اقل بكتير من الوقت اللي انت هتستخدمه في التكست فايل. فليكسبيليتي تو تشينج الداتا ستراكشر، ده اللي احنا لسه متكلمين عنه. اقدر اغير في الاستراكشر بتاع الداتابيز، اقدر اضيف كولون عمود جديد، اقدر اوسع حجم السايز بتاع فيلد معين من الفيلدز، اقدر اضيف تيبل جديد من غير ما اثر على الابلكيشن بتاعنا. يبقى ده الفليكسبيليتي تو تشينج الداتا ستراكشر. availability of current information، ده اللي احنا كنا بنقول لو انت عندك في واحد يوزر دخل وحجز في شركه طيران على كرسي، يبقى تبص لكل اللي قاعدين على السيستم في اي مكان هيلاقي الانفورميشن دي تظهر على طول قدامهم. يبقى availability of current information. economics of scale دي اللي هو يبقى طبعا انت لو انت بتستخدم ابلكيشن اللي هو تراديشنال ابلكيشنز، يبقى ده مجموعه من البرامج مختلفه، برنامج لشؤون الموظفين منفصل تماما عن الماليه، عن الشؤون الاداريه. لكن لما جمعتهم في داتابيز واحده واصبح مجموعه الابلكيشنز دي هي بتستعمل نفس الداتابيز، يبقى انت وفرت اللي هو بقى اصبح عندك في الريال ستورج بقى مكان واحد. اليوزرز اللي بيستخدموا بقى عندك شخص واحد بيدخل بيانات الموظف تظهر عن بقيه الاشخاص، يبقى انت وفرت في الموظفين، وفرت الهاردوير بتاعك، يبقى ده هيوفر لك من الناحيه الاقتصاديه. ده خلاص كده ده اللي احنا خدناه ده اللي هو شابتر 1 عندك موجود في الكتاب، وانت خلاص عرفت الكتاب ايه هو. نشوفكم بقى المره الجايه. دكتور